السلام عليكم متتبعاتي الغاليات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا معكم الفيديو متتبعاتي، بغيت نقول لكم اشتركوا بالقناه ديالي اللي هي قناه فاتي الوصفه الطبيعيه. دعموني بلايكات ديالكم وشكرا لكم بزاف متتبعاتي الغاليات. اليوم متتبعاتي بغيت نحضر معكم واحد الماسك او مقشر ببقايا القهوه. هذا الماسك متتبعاتي او المقشر مميز، كيخلي البشره ناعمه وصافيه، وفي نفس الوقت هو رائع. كيصفي الجسم وكيقضي على كل الشوائب متتبعاتي اللي في البشره. وكما كتعرفوا فبقايا القهوه او القهوه بصفه عامه، فالفوائد ديالها جماليه للبشره والجسم. كتشد البشره لانها كتحتوي على مضادات الاكسده وكتحارب لنا التجاعيد، وكذلك متتبعاتي كتخلصنا من الهالات السوداء. فهذا المقشر كيساعدنا كذلك على ازاله خلايا الجلد الميته. دابا على بركه الله نبدا معكم في طريقه التحضير والمقادير ديال المقشر المتتبعات. بسم الله على بركه الله نبدا معكم. عندي هنايا بقايا القهوه، كما كنقول لكم متتبعاتي في واحد الفيديوهات السابقه، ما تبقاوش تلوحوا هاد البقايا ديال القهوه، راه مفيده للشعر والبشره والجسم متتبعاتي. هنايا عندي درت كميه اللي غتكفيني ديال بقايا القهوه. هنايا عندي غندير 2 معالق صغار ديال السكر سنيده، ها هما. صافي مقشر سهل، وغنخلط المكونات بالكريم. انا كنستعمل هذا الكريم هذا، نتوما تستعملوا متتبعاتي الكريم اللي موالفين به. صافي مقشر سهل وكيصفي البشره وكيخليها ناعمه. نضيف هاد 2 معالق ديال السكر سنيده. غير جربوه، راه بغيتكم متتبعاتي تجربوه. هانتوما كما كتشوفوا معايا بقايا القهوه. مقشر زوين بزاف، رائع للبشره، كيخلصنا من جميع الشوائب اللي في البشره. صافي دابا غندير الكميه اللي غتكفيني من الكريم اللي كنستعمل، كريم مرطب. تقريبا غندير معلقه صغيره عامره. صافي متتبعاتي، صافي ونحرك مزيان. راه كيصفي البشره، غير جربوها متتبعاتي. ومع الكريم اللي ضفت عليه راه كذلك كيخليها صافيه وناعمه. ها هو عندي دابا واجد عندي المقشر. استعملوها متتبعاتي. انا هنا غنديروا البشره ديالي والجسم ديالي كامل. استعملوه وخليوه مده 20 دقيقه على البشره ديالكم، ومن بعد صافي بقاو تقوميو البشره ديالكم والعنق ديالكم صافي، وغسلوا الماسك. بالصحه والراحه. كنتمنىكم متتبعاتي تجربوه وتخليو ليا تعليق، راه زوين بزاف. وتسناوني ان شاء الله في وصفات اخرى وفيديوهات ان شاء الله ديال البشره والحمام بصفه عامه. بسلام عليكم متتبعاتي.